مساء الخير عليكم جميعا. انا عامل الفيديو ده مخصوص بالنسبة لمنتخب مصر، وكمان كل الناس اللي عندي في القناة تشوف الفيديو، وعايز اخد رأيكم. يعني بالنسبة لمنتخب مصر في كأس العالم، احنا عملنا مشوار جامد جدا جدا جدا. عملنا ماتشات كويسة، 5 ماتشات 10/10. عملنا ماتش مع ايران خلص 1-1، كان ماتش ممتاز جدا. عملنا ماتش مع نيوزيلندا خلص 3-1. عملنا ماتش مع بلجيكا خلص برضو تعادل، كان ماتش كويس. عملنا مشوار كويس، وعملنا ماتش حلو قوي مع استراليا. وعملنا ماتش امبارح طبعا مع الارجنتين كلنا شفناه. بالنسبه لماتش الارجنتين، انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان اتكلم على ماتش الارجنتين. بالنسبه لماتش الارجنتين، مصر كانت بتلعب كويس. كابتن حسام حسن كان حاطط خطه محترمه، خطه هايله. كلنا عارفين ان احنا خسرنا الماتش ظلم، ظلم باين يعني، مش محتاجة كلام خالص. الجون التاني اللي هيثم حسن صنعه هو ومحمد صلاح. هيثم حسن اخد الكورة قطع، عمل مشوار جامد جدا، وعدى من الاول والتاني لعبها لصلاح. صلاح حطها ثرو لزيكو، زيكو راح مفنش. الجون سليم مفيهوش اي حاجة خالص، والحكم لغى الجون لان رجع للفار، والفار بيقول ان الكرة فاول. والكرة ما هيش فاول، يعني انا شايف ان الكرة مش فاول خالص، مفيهاش حاجة نهائي. وبعدين انت لو هتحسب دي فاول، طب ما الكرة بتاعت صلاح اللي في اخر الماتش، لو انت ما حسبتش دي خلاص كنت كسبت التانية بقى، لان هي اصلا التانية ما فيهاش حاجة اساسا. بس انا بقول كده يعني، ولو انت ما حسبتش بتاعت صلاح ما كنتش حسبت بقى بتاعت الارجنتين. وبعدين انت جاي بتوقف اللعبة او بتلغي الجون بعد ما راحوا بالكورة وحطوها جون. طب انت ما صفرتش فاول ليه من الاول؟ ما هو من الاول كنت انت وقفت اللعبة وكنت حسبتها فاول. انت جاي تحسب فاول بقى بعد ما حطوا الجون. لغيت الجون في الفاضي وكسرت لنا وبوظت لنا اعصابنا ودمرتنا نفسيا بصراحه يعني. احنا اتظلمنا جامد، وصلاح ليه بيلان، وحمدي فتحي برضو ليه بيلان ما اتحسبش. الجون التاني اتلغى كده يعني، ظلم بصراحه كده، ما ينفعش، وكده حرام، ومجهودنا راح في الفاضي. و110 مليون مواطن يعني نفسيتهم اتدمرت بسبب حكم مش كويس، مرتشي، منحاز للأرجنتين ومنحاز لميسي. في ناس بتقول إن الحكم ده عمل كده عشان التسويق، إن ما ينفعش كريستيانو يخرج من المونديال ونيمار وميسي كمان يخرج معاه، فهو حب إن هو يقف في صف ميسي عشان الأرجنتين تكسب ومصر تخرج، والأرجنتين تكمل لدور التمانية. ده كده أمور سياسية، مش كروية خالص. حكم مش كويس، مش حقاني، ما عندوش ضمير. المصريين امبارح بهدلوه على الانستجرام، شتموه في الاكونت بتاعه، وقفل الاكونت بتاعه خالص من كتر الشتيمة. بس انا هرجع واقول منتخب مصر منتخب محترم جدا، وعملنا اداء مشرف، ولعبنا احلى لعب. وكمان في حاجة مهمة جدا انا عايز اقولها، ان احنا عندنا 6 لاعيبة، 6 لاعيبة حاطين اهداف في كاس العالم، ده عمرها ما حصلت في تاريخ مصر. صابر جاب جون، وتريزيجيه مهدف برضه جاب جون، امام، محمد صلاح، ياسر ابراهيم، زيكو. 6 لاعيبه ما شاء الله حاطين اهداف وعاملين شغل جامد جدا يعني. انا اول مره في حياتي اشوف منتخب مصر ثابت وجوده في كاس العالم. يعني كاس العالم ده احنا اصلا زمان ما كناش نحلم ان احنا نخش كاس العالم ونلعب في دور المجموعات.
يعني احنا رحنا كاس العالم 18 ما عملناش في حاجه، اتبهدلنا خالص وخرجنا. قبليها بقى كان كاس العالم 90، يعني شوف من كام سنه، من حركه 25 30 سنه او اكتر من 30 سنه. كاس العالم 90 اللي كنا لعبنا فيه وبرضه ما عملناش حاجه وخرجنا. فلما يعدي بقى السنين دي كلها ومنتخب مصر يخش كاس العالم 2026 ويعمل الشغل الجامد ده، يعني انا عايز اقول ان احنا كده جامدين جدا، جامدين على الاخر. ده احنا اصلا كنا يعني لو كنا كسبنا الارجنتين كنا هنعدي نلعب سويسرا في الدور الثمانيه، كنا نكسب سويسرا لان سويسرا اصلا منتخب يعني يعتبر ضعيف. يعني نكسب سويسرا نخش دور الاربعه. يعني انت خلاص ده يعني انت انت دخلت المربع الذهبي. لو كسبت دور الاربعه توصل النهائي، ممكن تكسب تاخد البطوله. يبقى منتخب مصر ياخد كاس العالم اللي هي عمرها ما حصلت اصلا. يعني عمر اصلا ما في اساسا منتخب في افريقيا عمل المشوار ده الا المغرب، منتخب المغرب بس. فاحنا لما نشوف منتخبنا الوطني المحترم الجميل اللي انا بوجه له التحيه وبوجه له الشكر، وبقول لكابتن حسام حسن انت مدرب 10/10. انت عملت اللي مفيش مدرب في مصر قدر يعمله مع منتخب مصر. وبوجه تحية لكابتن إبراهيم حسن المساعد بتاعه والجهاز الفني كله. وبوجه الشكر للعيبة بتاعتنا من أول طبعا محمد صلاح، إمام عاشور، محمود تريزيجيه. ما كانش أحسن حاجة بس يعني برضو حط جون وكان بيشارك. المرموش وحش بصراحة، وحش خالص. هيثم حسن ده ليونيل اللي يعني هقول ان هو لامين يامال الكره المصريه. هيثم حسن ده، هيثم حسن عامل شغل جامد جدا جدا، ومحدش كان متوقع ان الراجل ده موهبته عاليه كده. احنا ما كناش نعرف ان ده موهوب بالشكل ده بصراحه يعني. صابر برضو عمل مجهود كويس. مروان عطيه، حمدي فتحي، كريم حافظ، فتوح عامل ماتشات كويسه جدا. رامي ربيعه كويس. ياسر ابراهيم جاب جون عالمي 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 في الارجنتين بصراحه. يعني الجون ده انا مش هنساه. مصطفى شوبير ده بقى يعني مصطفى شوبير المفروض يحترف بره، المفروض بقى يروح مانشستر يونايتد، يروح الارسنال، يروح انتر ميلان. مش بعيد عن ان هو يروح ريال مدريد. ده صاد ضربة جزاء من ميسي يعني. مش الراجل ده بصراحة حارس مرمى 10/10/10. والحمد لله خرجنا خروج مشرف وظلم اصلا، وعملنا اللي علينا. وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتشات اللي جايه منتخب مصر في افريقيا، وان شاء الله هنشارك في كاس العالم تاني. واللي فيه الخير يقدمه ربنا. وشكرا قوي للمنتخب المصري، وشكرا لمصر كلها وانا بحيي مصر كلها على الجمهور والناس اللي كانت بتشجع المنتخب بتاعنا، والناس اللي كانت سهرانة لنص الليل عشان يقعدوا يتفرجوا على الماتش. دي حاجات كبيرة قوي في حق الجمهور المصري وفي حق البلد كلها. حاجة محترمة جدا يعني. أنا كان أول مرة في حياتي أشوف المنظر ده. والحمد لله إن هي خلصت بالشكل اللي هو الحلو بس في نفس الوقت ظلم. الحمد لله.